هو ليه في حد مش قادر يخرجك من دماغه يا برج العقرب؟ ليه؟ ليه حاسس ان هو بعد الفراق عمال يحاول طاقتك، عمال يراقبك من بعيد؟ يعني انت نفسك هتحس بكده، هتحس ان هو بيحاول يوصلك بطريقة او بتانية، بيحاول ينكشك كده زي ما بنقول بالمصري، بيحاول ان هو يوصلك بأي طريقة. ليه مش عارف ينسى؟ ها؟ انا عايزة اقولك بس ان القوة مش في انك تنتقم منه، القوة الحقيقية انك انت تختار صح وتوري له انك انت اخترت صح يا برج العقرب. ولو حسيت في كلامي بحاجة لمست قلبك وانت مش من مواليد برج العقرب، خليك معانا للاخر برضو، يمكن يكون في رسالة من حظك ومن نصيبك. يلا بينا نشوف طاقتك ايه يا حبيبي يلي بتسمعني. الله 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 الله. برج العقرب الشهر ده بيحس كأن عنده كده طاقة انتظار، الشهر بيفتح على طاقة انتظار، وبتحس كده ان مفيش حاجة ماشية سهلة، بتحس ان الدنيا كده ملعبكة، بتحس ان في محتاج ارتاح مش لاحق، عندي شغل عندي مفيش حاجة ماشية بالساهل. وفي نفس الوقت بيحصل معاك ضربة حظ قوية جدا وبيظهر لك حبيب جديد من العدم، حد فعلا يستهلك يا برج العقرب، حب جديد. بس للأسف الحب القديم مخليك قافل قلبك ومخليك خايف، مخليك مركز على مادياتك وخايف تدخل في أي علاقة جديدة. طيب نشوف الحبيب ده ولا ناخد رسائل منه الأول؟ يلا بينا هنشوف. لا، هو في حبيب جديد تقيل، حد جامد، حد مش اي حد، وعلاقة حب بتبدأ. طيب قولوا لي بقى، ده حبيب قديم ولا حبيب جديد؟ وارجعوا اكتبوا لي، يعني اخر الشهر ارجعوا اكتبوا لي، قولوا لي ايه اللي حصل معاكم. يلا بينا ناخد قبل ما انا اقرا لكم واشوف لكم بيقول ايه او ايه طاقته. الكروت بتقول لك حاول انك انت تلعب الشهر ده، وحاول انك انت تو هاف سام فن، يعني بعض الاكتيفيتيز الحلوه، واتمتع بسلامك الداخلي علشان ده بيجذب لك كل حاجه جميله. والشهر ده انت بتقدر تحقق وفره ماديه تخليك فعلا راضي، وتخليك تتحدى اكبر حلم حلمته في حياتك يا برج العقرب. يعني زي ما قلنا بتحصل معاك ضربة حظ حلو جدا الشهر ده. مش شرط الحياة تكون حلوة كلها، خدها كده زي ما هي على بعضها. الحياة جميلة بالناس اللي حوالينا، مش علشان هم اللي بيخلونا سعداء او لا، احنا اللي بنخلي نفسنا سعداء، والسعادة بتطلع من جوانا احنا. وكمان ما تتعشمش في حد علشان العشم بيولد خيبة امل. في عندك حظ كبير جدا ونجاح مادي الشهر ده يا برج العقرب، زي ما قلنا الكروت بتأكد بعض، وبيقول لك ان في واحده، سواء انت واحد او انت واحده، ففي واحده مهمه جدا في حياتك بتشجعك على التقدم، ايا كان، لو انت راجل او انت، مش شرط ان تكون حبيبتك، ممكن تكون مامتك، اختك، ايا صاحبتك، زميلتك، ايا كان. طيب بيقول لك كمان ان في حد بيجي بيعمل لك لاف بومينج، يعني بيظهر في حياتك فجأة وبيملاها كلام حب ورسائل حب وحاجات حلوة جدا. كمان في اختيارات صحية بتقابلك، فحاول انك انت تحب نفسك على قد ما تقدر. وكيوبيد لاف بيزورك الشهر ده، يعني سهم كيوبيد بيزورك الشهر ده يا برج العقرب، في حب قوي جدا بيهز قلبك الشهر ده. وكمان بيقولك ان النرجسية خلاص بتطلع من حياتك، العلاقات التوكسيك والنرجسية بتطلع من حياتك. وتاني الكارت بيقولك ان في لاف بومينج بيحصل الشهر ده معاك يا برج العقرب. وفي عرض جواز كمان بيجيلك، وفي طرف ثالث بيتدخل، خلي بالك ان في طرف ثالث بيتدخل وبيحاول ان هو يفرقكم.
وفي علاقة بترجع تتبني أو بيحصل لها بناء. وفي حد بيقول لك يا برج العقرب لو انت عامل له بلوكات فكها، بيطلب منك وبيقول لك فك البلوكات اللي انت عاملها لي. بيقول لك حبيبك، لما نيجي ناخد رسالة من حبيبك فهنلاقيه بيقول لك ان هو عارف انه تسبب لك في ألم كبير جدا. وبيقول لك كمان I love you، بيقول لك بحبك. زي ما قلنا ان في طاقة حب حلوة جدا الشهر ده. وبيقولوا لك الكروت لو احنا عارفين هدفنا كويس جدا عمرنا ما بنتوه في الحياة. طب حبيبك، نرجع تاني للطاقة بتاعت حبيبك. حبيبك عنده طاقة ان هو نفسه يتكلم وتسمعه، عايز يقول كلام كتير ونفسه تسمعه، نفسه يكون ليه اليد العليا في العلاقة. زي ما قلنا العلاقة اللي بتظهر في حياتك دي بتكون علاقة قدرية، تمام. عنده طاقة انتظار جامدة جدا برضو. هو عنده شغف عليك وانت عندك شغف. علاقة جميلة جدا، تقريبا الطاقة بتاعتكم نفسها، بس انت عندك الوجع والألم أكتر. من أول وهلة يا برج العقرب بتحس ان بتحس بالحب بتاعه وخلاص. يعني هو اول ما بيشوفك بيقول انت بتاعي وانا بتاعه، واحنا كنا فين من بعض، احنا كنا فين قبل كده. طيب احكوا لي برضه يا شباب، قولوا لي ده حبيبك اللي انت فاتح عليه قراءة ولا ده فعلا حد جديد زي ما احنا شايفين؟ ها؟ برج العقرب كان عنده علاقة سامة لسه خارج منها. بيحاول يتشافى، بيحاول يتزن، بيحاول ان هو ينسى الكلام اللي اتقال. كل ما تيجي تبقى كويس الكلام اللي اتقال وجرحك بتفتكره في كل لحظة. كل ما تيجي سيرة حبيبك بتفتكر كل كلمة سيئة قالها، كل جرح قالهولك. عندك بدايات جديدة، حاسس انك انت فاتح قلبك للحب، عندك امنيات نفسك تحققها، خايف انك انت تحققها، خايف تمشي فيها وتحققها. لأ، مخاوف، انا شايفة مخاوف كتير عندك في طاقتك. حبيبك نفسه يديك حقك ويرجع لك حقك، لانه عارف انه بكاك كتير يا برج العقرب، عارف ان هو جرحك، عارف ان الفراق كان صعب. بيقول برضو انه متمسك بيك، مش عايز يسيبك تروح منه في اي حتة. حاسس ان خلاص انت قلبك مليان حب ومش عايز تفتكره اصلا. حاسس برضو ان لو كان هيعمل حاجة ما كان عملها، حاسس ببطء في طاقته. بتفكر يا برج العقرب تشتري عربية جديدة او تصلح عربيتك او تعمل فيها حاجة. شايفة برضو في طاقة سيارة جديدة بتشتريها. حاسس بطاقة وحدة وبتقول مش مهم، بس بتتغلب على طاقة الوحدة دي مع اواخر الشهر وبتبدأ تخرج مع اصحابك وبتعمل ريونيون مع ناس صحابك. وفي عندك لم شمل، وفي عندك رجوع لحد كان مفارق او حد بعيد، بترجعوا تلتقوا تاني وبيكون في لقاء، في احتفال جميل جدا ان شاء الله. انت احتمال برضو يكون عندك سفر، بس لسه مش مكشوف لك السفر ده ولا انت عارف السفر ده ايه تفاصيله، بس في عندك سفر على اواخر الشهر ان شاء الله. ممكن تكون سفرية قريبة داخلية، ممكن يعني مش عارفة بصراحة. انت يا برج العقرب زي ما قلنا مش عايز نفس الحبيب يرجع تاني لانها علاقة سامة وانت حاسس بكده. وفي فعلا علشان انت فاتح قلبك بتحاول تجذب حب جديد، وفعلا بتنجح في ده وبتجذب حب جديد لطاقتك، وحب جميل جدا مش حب عادي، يعني حب ما شاء الله، حب جميل. يلا بينا نسأل 3 أسئلة لبرج العقرب ونشوف إجابتهم سوا يا شباب. يلا بينا. هل لو انتم مفترقين هل بيكون في رجوع قبل آخر مايو 2026 ولا لأ؟ هل في رجوع ولا لأ؟ في محاولات للرجوع، لكن في طاقة نرجسية وعند بيمنع الرجوع ده. في أمنيات للرجوع وفي شغف عند حبيبك، لكن في طاقة نرجسية بتمنع ده. واضح ان هو علشان يرجع لازم يتأسف كتير، صح ولا لأ؟ طيب هل لو انت سنجل او شايف نفسك سنجل هل بتقابل حد جديد قبل آخر مايو 2026 ولا لأ؟ اللي انت عايزه هيكون يا برج العقرب. اذا كنت عايز تقابل حد جديد هيحصل، اذا كنت مش عايز مش هيحصل، لان العدل بيتحقق وافكارك بتتحقق. انت اللي بتقدر تجذب افكارك
بنفسك لنفسك. حط اي سؤال في عقلك وبالك ونشوف اجابته سوا، ولا لا. يلا بينا. انت بتحاول تجمع معلومات عن الحاجة دي وعايز تبدأها بكل تهور، بس ان شاء الله ربما تكون بتسأل على حاجة مادية. شكرا يا برج العقرب ونورتكم.